لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خلال دياكيتي السجل 6 حمزة جلاسي، 15 محمد أمين توقاي، 20 محمد أمين بن حميد زوبا، وكذلك ماتندا. وهذه كرة أولى خطيرة للترجي من الفورمة بالنسبة لمحمد دراجر، كرة عرضية والتدخل. هل تكون عنوان الكرة الثابتة ومفتاح هذه كرة ملعوبة عرضية؟ يتدخل بن حميد جاك ديارا، انطلاقة من جاك البوركينابي. ديارا كرة عرضية يتدخل. هذه كرة ملعوبة خطيرة جدا للملعب التونسي. ماتنداي يقوم بالضغط على حمزة. كرة ملعوبة للملعب التونسي. التوزيع الكرة من الدفاع، عقدة ونحس 61 سنة. الاتحاد الرياضي المنستيري معز الحاج علي، كرة طويلة يبش بالمليمتر من معز الحاج علي. مصلحة الملعب التونسي بسرعة على مقربة من منطقة الجزاء. 73 انتصار بدور المجموعات. كرة خطيرة للترجي. جاك ديارا مستمرة. ديارا حاول يمر مارسي فريق الشباب الموسم الماضي، واللي تمريرة جميلة جدا خطيرة للترجي، والهدف الأول توسي عائد بقوة وفي عودته لا يرى أحدا. كبير بلمسة ممتازة جدا ومضة هجومية. اللقطة الأخيرة شوف ساس، يا سلام، كرة ملعوبة. الحاج دراجم إلى حسام تقا. هدف الأول للترجي لأصحاب السعادة، للترجي الرياضي التونسي. دراجر كرة حسام تقا في شباك البقلاوة، والمسك بالصدارة والتحليق في سماء العاصمة وفي عودته لا بهدف أول للترجي الرياضي التونسي في منتصف هذا الشوط. القطار 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 القطار. جاكيتي، يانساس، دراجر، حسام بيتم التفريط فيه في الترجي التونسي. في جاكيتي تسديده سهله، المراوغه من محمد دراجر، استلام جاكيتي، جرى المراوغه الجسديه في اللمسه خلى كوره. ساس يمر يعدي، حاول يراوغ، يعطيها الى جاك ديارا. جاك قصيره خطيره جدا. فرحاتي هذا جمهور الترجي التونسي الحاضر. كوره ملعوبه من وعن الورغمي، امان الله مميش، صعود خاطئ من ممرا. هذه اللقطه صغير كان في حوار لاسكندر صغير، وهذه الكرة الأخيرة في حوار عدم تركيز، زالت مستمرة، التسديدة بعيدة. أي كلام من دفاع البقلاوة. هو الثاني لا 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 مش بتاعي. خطأ كبير من مروان السحراوي، أعطاه اسيست روعة إلى كرة في القائم. تبقى النتيجة 1-0. يانساس يقدر كرة الهدف، كرة ممكن قتل المباراة. الساحي العرضية خطيرة، والكرة فيها جاك جانا ينتظر، يترقب، ينجح في التمرير، خطيرة جدا. كرة ملعب ممتاز الكونترار، العملية الهجومية للملعب التونسي، لكن التدخل الدفاعي والعودة الثانية تعود من خلال هذه المحاولة واللمسة. نعم، من 33 سنة البقلاوة لم يعرف الانتصار على المكشخة في جميع المباريات التي استضافها الترجي الرياضي. باتريس بومال المدرب الجديد للترجي التونسي، احتياطات كبيرة الترجي من أجل تأمين الهدف وتثبيت الدفاع. الكرة ملعوبة، اللمسة من الجهة اليسرى، عودة بتغطية من الهادي خلف كرة، ينجح في التوزيع. جاك ديارا زيادة في السرعة، محاولة للمرور للاختراق في الشوط الثاني. كرة ملعوبة، محاولة خطيرة جدا للملعب التونسي. 24 هذه الكرة الأخيرة للحارس والشمال، لا فرق بين الجهتين على مستوى. في الشوط الأول يانساس، جاك ديارا، كرة ملعوبة، انطلاقة من كسيلة حسام تقا، تعود مجددا التسديدة بعيدة. ثاندا وخطيرة، أمادو جانتايي بالخير لأنصار وجماهير الترجي التونسي. هذه كرة وربع الثالث، وكرة ملعوبة خطيرة، الراس كبيرة، كرة من ركنية للملعب التونسي. مميش واما شهاب جبالي او حسام تقا. استلام من جاك جاك حاول يراوغ قبل يثبت الدفاع. الكرة العالية
واش الأصدقاء هكذا كان ملخص ديال مباراة اليوم بين فريق الترجي التونسي وضيفه فريق الملاعب التونسي، مباراة الجولة العشرون المؤجلة. مباراة كانت شيقة بين الفريقين، ممتعة على أرضية ملعب أولمبي الحمدي العقبي براديس. بالفعل في هذه المباراة كل فريق يبحث على 3 نقاط. فريق الترجي التونسي لتأكيد الصدارة، الملاعب التونسي يبحث على 3 نقاط للمشاركة في أحد كأس الكونفدرالية الأفريقية ولا دوري أبطال أفريقيا. إذا مباراة شيقة على الملعب، شفنا عدة فرص بين الفريقين. شاركونا الآراء ديالكم في تعليقات، شكون كان يستحق الفوز في المباراة، وكيف جاكم الأداء ديال فريق الترجي التونسي أمام فريق الملعب التونسي في هذه المباراة اللي كانت صراحة قوية بين الفريقين. نتمنى الحظ الموفق لفريق الترجي التونسي إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله يتأهل إلى دور نصف النهائي أمام فريق الأهلي المصري. فقط بس دعمونا بلايك لهذا الفيديو، وأيضا شاركوا هذا الملخص مع الأصدقاء ديالكم، وأيضا فعلوا خاصية الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الملخصات القادمة إن شاء الله في قادم المباريات. نتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.